اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. داخلنا ايام قربت على شهر رمضان، ما عادش فاضل الا كام يوم. كل سنه وانتم طيبين ونعاد عليكم الايام بخير يا رب. ويا رب يرزق كل مشتاق الذريه الصالحه، ويهدي كل من كان، ويرزق كل من كان. وربنا يجعلنا يعني على طاعه ربنا اكتر. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. دلوقتي معايا نص كيلو لحمه، حاطه على حته دهن صغيره. دلوقتي عملت بصلتين في الكبه وفرمتهم ناعم خالص، وبعد كده خدت المية بتاعتهم وهبدأ أبهرها بقى. فلفل أسمر، ملح، بصل بودر، توم بودر، شطة، بابريكا، بس كده. وهبدأ بقى ايه أدعك اللحمة بقلب الحاجة دي كلها مع بعضها كده، دعكة محترمة كده عشان احطها في الكبة. اديها برضك، هي كانت ساقعة من التلاج، كنتش عارفة امسكها اصلا. فاحطها بقى في الكبة. طبعا دلوقتي اخليها يعني تتجانس مع بعضها، ان هي تمسك على العصاية وتبقى متماسكة وحلو. الوقت بقى خلاص اهيت، هروح اجيب الكبة، هحط حبة حبة كده في قلب الكبة. دلوقتي بقى حطيت حبة حبة اهوت، هجنسهم مع بعض بقى كده عشان تتماسك وعشان اعرف اصبعهم حبة حبة كده، واقوم رايحة عاملاهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده اهوت. ما تسرحيش، وحط لايك وصلي على النبي كده واستغفري. يلا يا استاذ اطلع. اهوت عشان الكبة بس كانت صغيرة، كنت كل اللي باخد حبة على قد الكبة وارجع اخد حبة كده. خلاص عملتها كلها هيت بقى زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى معايا عصيان الشيش تاووك، هثبت بقى الكفتة كده على الشيش يعني عشان ساقعة ومتماسكة حلو. نص كيلو الكمية عمل كمية حلوة. ولو بتجيبي نص كيلو كباب مشوي من بره من على الفحم يبقى بالشيء الفلاني، اعملي ببيتك. يعني اي نعم اللحمة غالية، بس اهو ما انت لو بتشتري من بره برضك هتشتري الضعف بقى. عايزة اقول لكم والله والله هتطلع معاكم دلوقتي هتشوفوها نفس الحجم، ما كشت ولا اي حاجة، وناشفة. ويعني من بره اللي فيها كفر حلو، من تحسها يعني لونها حلو من بره كده. دلوقتي بقى هنعمل شوية عيش عشان لزوم الكفتة بقى. معايا حتة خميرة بيرة او خميرة فورية اي حاجة، ومعايا دوت حليب. وكنت حاطة على الدقيق دوت معلقتين بردك لبن بودرة ورش ذرة ملح صغيرة. هقلب كل ده ببعضه بقى، اقلب الخميرة بالسكر بالمية اهوت زي ما انتوا شايفين. هنزل على الدقيق وهشغل العجان بقى، وهنزل باللبن تدريجي كده ايه لحد ما العجينة تلم معايا. عفوا. احط ذرة الملح، اقفل العجانة اهوت. اهوت هنزل بقى باللبن تدريجيا تدريجيا كده لحد ما العجينة تلم. اما العجينة تلم ازود لها حبة زيت، الم العجينة بيها. عايزة اقول لكم كانوا شوية عيش، مش عايزة اسبق الاحداث. دلوقتي هتشوفوهم بصوا ولا كلمة. حطيت بقى على العجينة لما تهيت، حطيت بقى شوية زيت الم بهم العجينة زي ما انتوا شايفين كده اهوت. الزيت ده المرحلة الأخيرة خالص بعد ما العجينة تتلم وتبقى طرية معايا كده ومش بتلزق. دلوقتي هوريكم القوام بتاعها. اه حاجة كده يعني واو. مم. عجينة ناعمة وطرية ومش بتلزق في الإيد. وعايزة أقول لكم ريحة الخميرة البارة في المعجنات ديت بتبقى حاجة تانية خالص. اهي ايد نضيفة مفيش حاجة لزقت فيها. هحط نقطة زيت على الوش، اغطي عليها تخمر بفوطة في مكان دافئ اهو.
وقت العجينة خمرت وبقت حلوة هنبدأ بقى نقطع على قد الرغيف بتاعنا. عايزة الرغيف كبير ماشي، عايزة الرغيف صغير ماشي. براحتك على حسب الحجم اللي انت عايزاه. رش الدقيق على الصينية عشان طبعا ما يلزقش مننا ونسيبه يرتفع قبل ما نخبزه. اهو. الله. شفتوا لمعة العجينة عاملة ازاي، ملمسها عامل ازاي. وعايزة اقول لكم من كيلو الا ربع دقيق شوفوا هنعمل قد ايه دلوقتي. اللي كانوا في العجان دولت كيلو الا ربع دقيق. اه عملوا معايا الكمية ديت، انا ما عدتش كام رغيف الصراحة. الوقت بقى جبت صينية وحطيت عليها ملاية، بس هحط غطا دولت يرتاحوا الاول. اهو الصينية حطيت عليها ملاية زي ما انتوا شايفين كبيرة. العجين بتاعنا ارتاح. هبدأ بقى ايه اخبز الرغيف زي ما انتوا شايفين كده، واحط فوق وتحت واطبق الملاية واسيبه برضك يرتفع. وقبل ما اشغل قبل ما اسوي فيه هبدأ اشغل الفرن قوي، اسخن الفرن قوي. اهو ده حجم الرغيف كده. جيب واحد كمان برضو. عجين كانت ريحته تحفة وطعمه جميل، ومفيش ولا واحدة فيه مش قب. وطبعا شوف انت بتجيب الرغيف قد ايه دلوقتي بجنيه. شوفي بقى تجيبي كيلو دقيق هيعمل لك كام رغيف. نجيب واحدة كمان اهوت. عجين معايا مرتاح، مش بيرجع تاني. وبفرده زي ما انا عايزة واشكله زي ما انا عايزة. اه زي ما انتوا شايفين كده اهوت. واحد كمان. قعدت اعمل معاكم عشان ايه يعني اللي ما تشوفوش في الاول تشوفوه في التاني كده يعني. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اه كده بقى خلاص اهوت حطاه كده. هخلص واكمل مع بعض دلوقتي بقى ارتفع. حطيت صينيتين في قلب الفرن يسخنوا جامد، سخنين قوي قوي قوي. درجة الحرارة بتاعتهم عالية عشان ما ينفعش العيش دوت عايز نار عالية. زي ما انتوا شايفين اهوت. كل صينية هحط فيها 3. ادخل ديت واطلع الصينية التانية. لازم عايز صينية تكون الصينية تكون حامية والنار بتاع الفرن تكون حامية. اه 3 اهم. اقفل عليهم الفرن بقى زي ما انتوا شايفين. اه ده اول صينية طلعت معايا هي. كله قابب اهو. شفتم فوانيس زي ما انتوا شايفين اهوت. ايه رأيكم؟ عايش ده ولا مش عايش؟ اه دي الكمية اللي طلعت معايا، مفيش واحدة فيهم مش مقبة. كفتة هي بقى جمية البصل اللي كانت انا عصراه من البصل. واحط بقى دلوقتي صويا صوص ودبس رمان. وهقلب كل ده مع بعضه كده. وهدن وش الكفتة شمال ويمين. اتفرجي على اللون وعلى الطعم بقى. حطيت حتة كاتشب بتاع حبة هوت صوص كده عشان تبقى حراقة. وهدهن بقى الوش من بره ومن جوه. ايه رأيكم في العيش؟ شوفوا كيلو الا ربع دقيق طلعوا معانا كمية قد ايه. حتى خدت لما حطيتها في التلاجة بعد ما صبعتها خدت اللون اللي هو بتاع ايه، السيخ. شايفين التبطيطة بتاعت السيخ عملت في قلب الكفتة يعني زي كأنك شويها على الفحم على طول. مم. دلوقتي بقى نعمل شوية طحينة. دخلنا بتاع الفرن. دخلنا الكفتة الفرن هنعمل شوية طحينة. غالية مية في الكتل. هنزل بشوية مية في الطحينة. حبة خل. هقلبهم بقى بالمضرب جامد كده في الكه. نص ليمونة اهيت اضرب بالمضرب حسيتها خفيفة. هزودها كمان شوية هزودها كمان معلقة طحينة. زي ما انتوا شايفين كده حبة شطة.
حبة بابريكا صغيرين خالص. قلب 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 بقى، سنة ملح بردك صغيرة تظبط الطعم. زي ما انتوا شايفين كده خلاص اهوت. كان عندي بقى حبة لحمة متعصجين في الفريزر. عفوا. هاملة بقى الرغيف لحمة واحط شوية جبنة وهعمله على النار اهو. وهحط حبة جبنة برضو. مم. طاسة سخنة بقى، حطيت فيها نقطة زيت يا دوبك بس يشمع الرغيفين كده، الجبنة تسيح وخلاص على كده. عشان معاهم شمال ويمين بقى، وهيبقى كده خلاص اهو طلعوا. الجبنة ساحت والرغيف سخن اهو. الله. كده بقى كان شكل الاكل بتاعنا. يا رب اكون قدرت افيدكم بحاجة. مع السلامة.